قاعد بالليل لقيت نفسي فاضي شوية فقلت اما اسرش على فيلم اتسلى بيه، واتصدمت لما لقيت قدامي اكتر فيلم رعب محدش اتكلم عنه. الفيلم ده انا شفت لقطات بسيطة منه، قولا وفعلا الفيلم ده معمول بحرفية كبيرة، مع الرغم ان ما كانش فيه اي نجوم من الصف الاول اللي احنا عارفينهم. المشكلة مش في كده، المشكلة ان الفيلم بيناقش معانا قضية موجودة على ارض الواقع، قضية تأجير الرحم. بنات كتير مرحلة الفقر اللي وصلوا ليها واحلامهم الخرافيه خلتهم صيده كويسه لسماسره الاطفال. طيب مش فاهمين يا ابو حميد؟ ركز معايا يا صديقي للاخر وانت هتفهم كل حاجه. خلينا نتكلم بالبلدي كده عشان نكون فاهمين مع بعض. سماسره الاطفال دول بيجيبوا بنات ملهمش اهل او ليهم اهل، بس البنات دي مش فارق معاهم اهلهم، وبيخلوا البنات دي تحمل. طب وبعدين؟ اصبر بس، تاخد حاجه تقيل. بعد ما البنت تتاكد ان هي حملت تبعد عن اهلها ال9 شهور بتوع الحمل، والمده دي كلها كافيه لحد ما تضع الطفل بتاعها. يقوم السمسار ده بقى واخد الطفل ده وبيعه لشخص غني جدا بس ما بيخلفش، ولو الطفل نزل وكان عنده عيب خلقي بيسيبوه للبنت هي تتصرف فيه. ودي كلها القضية يا سيدي، مع الرغم من بساطة تفاصيلها الا انها بتشيل معنى كبير قوي. طيب ايه بقى الدرس المستفاد ليكي كبنت؟ انت كبنت تحافظي على شرفك وما تفرطيش فيه مهما كان التمن غالي، لان مفيش اغلى من الشرف. بس كده، واخيرا انا احمد شكر، وحكاياتي دايما في انتظاركم.